وجاء تدشين القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العيون المغربية مطلع عام 2021 تأكيداً على الموقف الأردني الثابت في دعم وحدة أراضي المملكة المغربية الشقيقة. وتجدد دولة الإمارات دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية، حيث تدعم بلاد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007، والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية. للأردن. لكم الكلمة. اسمحوا لي بداية أن أهنئكم على توليكم رئاسة اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، متمنيا لكم ولأعضاء المكتب جميعا النجاح والسداد في تنفيذ مهامكم. تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية الشقيقة علاقات استراتيجية راسخة تتبدى تعاونا مستمرا وتنسيقا وثيقا على كافة المستويات، وهي علاقات تاريخية متميزة تقدم نموذجا للعلاقات العربية القائمة على أسس تحقيق المصالح والأهداف المشتركة والتنمية لشعوبنا وخدمة القضايا العربية كافة. وجاء تدشين القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العيون المغربية مطلع عام 2021 تأكيداً على الموقف الأردني الثابت في دعم وحدة أراضي المملكة المغربية الشقيقة، والتزاماً بضرورة العمل مع الأشقاء من أجل التوصل لحل لقضية الصحراء المغربية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كما نثمن عالياً مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب الشقيق، والتي تجسد الحل العملي والمنطقي والجدي لهذه القضية الأساسية، إذ تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المنطقة وسيادة المملكة المغربية على أراضيها ووحدة ترابها تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة. وإذ يشيد الأردن السيدة الرئيسة بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستيفان دي مستورة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف للتوصل إلى حل واقعي ودائم لقضية الصحراء استنادا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ختاما، يجدد الأردن التزامه الثابت بالعمل مع المغرب الشقيق ودعم سيادته، مؤكدا على مركزية تعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات والصعد، ترجمة للعلاقات الراسخة التي تجمع المملكتين الشقيقتين، بما ينعكس خيرا على مصالح بلدينا ويصب كذلك في خدمة المصالح العربية المشتركة. شكرا السيدة الرئيسة. انطلاقا من نهج دولة الإمارات الثابت والقائم على قيم التسامح والتعايش السلمي، وإيمانا منها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية، تؤكد دولة الإمارات على دعمها للعمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حلول دائمة وعادلة للأزمات. وتجدد دولة الإمارات دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية، حيث تدعم بلاد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007، والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية. كما وتشكل هذه المبادرة حلا هاما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية. إن قيام دولة الإمارات بافتتاح قنصلية عامة لها في الصحراء المغربية على غرار بلدان أخرى ما هو إلا ترجمة لإيمان بلادي الراسخ بسيادة المملكة المغربية للصحراء، والتشديد على عدم المساس بوحدتها الترابية. ومن هذا المنطلق ترحب بلادي بافتتاح 28 قنصلية عامة في العيون والداخلة. وختاما، ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المغرب لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية والمساهمة في رفع مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية
الذي أطلقته المغرب في عام 2015. شكرا سيد الرئيس.